فيلمنا النهارده بيبدأ في مدينة بعيدة وسط الجليد، وفي المدينة دي بنشوف مجموعة من الأقزام واللي بيكونوا فرحانين جدا ومبسوطين لأنهم في نهاية شهر ديسمبر، وده معناه إنهم بيستعدوا للكريسماس. وبنشوفهم وهم بيوزعوا زهور في الشوارع والأطفال بيلعبوا مع بعض وهم فرحانين، وبيبان على سكان المدينة إنهم عايشين حياة سعيدة جدا. وبنروح بعدها الجبل بعيد عن المدينة، وعلى قمة الجبل ده بنشوف كهف شكله غريب واللي بيكون عايش فيه شخص اسمه جرينش. وبنعرف إن جرينش ده أكتر شخص بيكره الكريسماس، واللي بيصحى من النوم وبيقوم وهو متعصب جدا وبيكسر المنبه وبيشد حبله وبيرن الجرس وبيصحي الكلب بتاعه اللي اسمه ماكس، في اللي بيطلع فوق ماكينة القهوة وبيبدأ يحضرها له، وبيطلع في الأسانسير وبيروح يقدمها له. وبعد شوية جرينش بيفوق وبيجهز نفسه وبيلبس هدومه وبيقعد على الكرسي اللي بيطلعه للسفرة علشان يفطر، ولكنه وقتها بيستغرب لما ما بيلاقيش أكل في الطبق، وبيتصدم لما بيدور في الكهف كله وبيفهم إن المخزون الاحتياطي خالص منه، وبيفتكر إنه كان بياكل كتير الفترة اللي فاتت علشان ينسى أحزانه. وبيكون جرينش متضايق جدا لأنه بكده هيضطر يروح لمدينة الأقزام، وده كمان علشان هم في ميعاد الكريسماس اللي هو بيكرهه جدا. وبينطلق جرينش هو وماكس علشان يروحوا يجيبوا أكل، وفي الطريق بيبان على جرينش إنه متضايق جدا وما بيكونش في حد عارف هو ليه بيكره الكريسماس بالشكل ده. واللي بمجرد ما بيقرب من المدينة بيشوف طفل صغير وهو بيحاول يصنع رجل التلج، وساعتها جرينش ما بيرضاش إنه يساعد الولد ده وبيدمر رجل التلج بتاعه. وأثناء ما هو ماشي بيشوف مجموعة من الأقزام وهم فرحانين وبيزنوا، فبيعدي جرينش من قدامهم وبيقفل ودانه علشان ما يسمعش اعلان الكريسماس، وبيجري بسرعه وبيدخل للمتجر اللي هو هيشتري منه الاكل، وبيبدا ان ياخد الاكل وكل الحاجات اللي هو محتاجها. وكالعاده بيرفض انه يساعد واحده ست قصيره وبيسيبها وبيمشي بكل برود. وفي واحد من بيوت الاقزام بتشوف واحده ست وهي بتتكلم في التليفون، وبتكون في نفس الوقت بتحاول تصلح الحوض اللي بيكون مسدود، وبيظهر عليها انها بتعاني في تربيه اطفالها التوأم، وبالرغم من كده بتضغط على نفسها وبتقدم لهم الاكل، ولكنهم ما بيرضوش ياكلوه وبيرموه. وفي الوقت ده بتيجي بنتها اللي اسمها سيندي وبتواسيها وبتعرفها انها لازم توصل الرساله دي للبريد في اسرع وقت ممكن، وبتودع والدتها وبتسيبها وبتخرج من البيت وبتتزلج على الجليد علشان تلحق ساعة البريد قبل ما يمشي. وبتنطلق سيندي بسرعه كبيره وبتتزلج على اسطح البيوت وهي سعيده وفرحانه جدا، ولكن فجاه الرساله بتاعتها بتطير منها، ولما سيندي بتحاول انها تلحقها بتقع على جرينش بالغلط، وساعتها جرينش بيتعصب جدا وبيزعق معاها، فبتعتذر له سيندي عن اللي حصل وبتساله اذا شاف الرساله بتاعتها، فبيتريق جرينش عليها وبيفهم انها كانت هتبعت الرساله دي للشخص اللي اسمه سانتا كلوز، وده علشان يجيب لها الهديه اللي هي نفسها فيها. فبتتعصب سيندي وبتقول له انها كانت طالبه حاجه اهم بكتير من مجرد هديه، فبيفضل جرينش يتريق عليها وبيقول لها ان سانتا كلوز ده ملوش وجود من الاساس، وبيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده الرساله بترجع لسيندي من تاني، ولما جرينش بيجي يقرب من الكهف بتاعه بيشوف جاره اللي اسمه بريكل، واللي بيكون باين عليه انه سعيد جدا وهو بيعلق زينه الكريسماس. وساعتها جرينش بيستخبى منه وبيتسلل بالراحه علشان يبعد عنه، وفجاه بتظهر بالونه كبيره على شكل رجل التلج وبتخبط جرينش وبتوقعه على الارض، فبيروح له بريكل بسرعه وبيطمن عليه وبيفرجه على كل الاستعدادات اللي هو عملها للكريسماس، وبيفهمه ان العمده عاوز احتفالات الكريسماس تكون اكبر وافضل من اي سنه حصلت قبل كده. فبيفضل جرينش يتريق عليه وبيسيبه وبيمشي هو وماكس علشان يرجعوا للكهف. وبالليل بنشوف جرينش وهو بيتفرج على المدينه من فوق الجبل، ووقتها بيبان عليه انه متضايق ومتعصب جدا، وبعدها بيدخل للكهف بتاعه وبيقعد قدام الدفايه، وساعتها بيجي ماكس وبيقرب منه وبيحاول يواسيه. ومن ناحيه تانية بنشوف سيندي وهي لابسه جواكت كتير جدا وبتروح تودع والدتها وبتقول لها ان هي رايحه للقطب الشمالي، وده علشان تقابل سانتا كلوز وتتكلم معاه في حاجه مهمه. فبتستغرب الام من كلام سيندي، ولكن بتتمنى لها رحله سعيده وبتفكرها ان الرحله للقطب الشمالي هتاخد شهر او اكتر. فبتتصدم سيندي وبتفهم انها بكده مش هتلحق تحضر الكريسماس، وبتقرر انها ما تروحش وبتساعد والدتها في تزيين البيت. وفي تاني يوم بنشوف جرينش وهو بيعزف على البيانو، ولكن فجاه بيجي ماكس وبيقطع وبيعزف هو على الطبول، فبيتعصب جرينش وبيزعق معاه وبيطلب منه يمشي. ولما جرينش بيلاحظ ان ماكس حزين بيروح يعتذر له عن اللي حصل، وفجاه جرينش بيحس بهزه ارضيه في الكهف بتاعه، ولما بيخرج علشان يعرف ايه اللي حصل بيتصدم بشجره عملاقه طايره في السماء، وساعتها بريكل بيفهمه ان دي هتكون شجره الكريسماس، وبيطلب منه يجي يحضر معاهم الاحتفال. فبيفقد جرينش اعصابه وبيقرر ان يدمر الشجره دي. وبالليل بنشوف الاقزام وهم بيوصلوا الزينه بتاعتهم للعمال علشان يعلقوها على الشجره، وبيكون من ضمنهم سيندي اللي بتخلي العامل يعلق العروسه بتاعتها. وبعد شويه سيندي بتروح لصديقها وبتقول له انها عاوزه تتكلم معاه في حاجه مهمه، وبينطلقوا هما الاثنين. وبتبدا سيندي تشرح لصديقها انها هتفضل صاحيه طول ليله الكريسماس علشان تقابل سانتا كلوز، وبتفهمه انها عاوزه تقابله علشان تطلب منه يساعد والدتها، وده لانها بتشتغل طول الليل وبتهتم بيها هي واخواتها طول النهار وما بترتاحش خالص.
خالص. وبنروح بعدها لجرينش اللي بيجهز منجنيق بيوجهه على شجرة الكريسماس العملاقة وبيستعد علشان يطلق القذيفة، ولكن المنجنيق بيتحرك من مكانه وبياخد جرينش في طريقه، واللي قبل ما يقع من على الحافة بيحاول جرينش انه يوقفه، ولكن المنجنيق بيطلقه هو بدل القذيفة وبيرميه على شجرة الكريسماس العملاقة، وبالغلط جرينش بيقع وبيضغط على الزرار اللي بيشغل الأضواء، وبتبدأ الشجرة انها تنور وبيكون شكلها جميل جدا وبينبهروا بيها كل اللي موجودين في المكان. وبعدها جرينش بيقع من على الشجرة وبيمشي وسط الأقزام وهو متضايق من اللي حصل. وفي الوقت ده جرينش بيسترجع ذكرياته أيام ما كان لسه صغير، وبيفتكر نفسه وهو عايش لوحده في الملجأ، وإن لما الكريسماس كان بيجي ما كانش فيه حد بيجيب له هدية ولا شجرة ولا أي حاجة خالص، وإنه ساعتها كان بيحزن جدا لما بيشوف إن كل الأطفال فرحانين بالكريسماس وبيلعبوا مع أهلهم، ووقتها هو كان بيفضل يتفرج عليهم وهم بياكلوا مع بعض. وساعتها هو أدرك إن الكريسماس هو أسوأ يوم في السنة بالنسبة له، وده لأنه بيفكروا قد إيه هو وحيد. وبنرجع وقتها لوقتنا الحاضر وبنشوف جرينش وهو حزين جدا، ولا لما بيسمع سكان المدينة وهما بيغنوا للكريسماس بيحزن أكتر. وبعد شوية جرينش بيوصل للكهف بتاعه بيبان عليه إنه متضايق، وبيقول لماكس إنه لازم يدمر الكريسماس. وفجأة جرينش بتجيله فكرة مجنونة وبيقول إنه هيسرق الكريسماس من مدينة الأقزام، وبيفهم ماكس إنه هيسرق الأشجار وكل الهدايا والزينة وحتى الأكل، وإنه هيبتدي في تنفيذ الخطة من بكرة. وفي تاني يوم جرينش بياخد ماكس وبينزل للمختبر بتاعه وبيفهمه إن هو هيتنكر في زي سانتا كلوز، وإنه بدل ما يوزع الهدايا على الأقزام هيسرق منهم كل حاجات الكريسماس. وفي الوقت ده ماكس بيكون مستغرب جدا من كلامه. وبنروح بعدها لسيندي اللي بتركب الزلاجة بتاعتها وبتروح تقابل صديقها، وبينطلقوا بسرعة هما الاتنين وبيروحوا للغابة، وبيوصلوا للبيت اللي هما عاملينه في الشجرة وبيطلعوا لفوق وبيبدأوا انهم يخططوا ازاي هيقدروا يقابلوا سانتا كلوز. وساعتها صديق ساندي بيقترح عليها انهم يحطوا عسل كتير جدا على السطح، وان ساعتها الغزلان اللي بتحرك زلاجة سانتا كلوز هتلزق ومش هتقدر تتحرك من مكانها، وبكده هما هيقابلوا سانتا كلوز. ولكن سيندي ما بتعجبهاش الخطة دي لان بكده الغزلان هتتجمد من البرد. وفجأة بتجيلها فكرة وبتقول انها هتحتاج لكل اصدقائهم. وبنروح بعدها لجرينش اللي بيوري الماكس بوب بيجذب الغزلان، واللي بمجرد ما بيستخدمه ما بيجيبش غير معزة واحدة، فبيتضايق جرينش وبيسيبها وبيمشي، وبيفهم ماكس ان هما لازم يدوروا على الغزلان في كل مكان. وبعد مدة طويلة جدا من البحث بيكونوا خلاص هيتجمدوا وسط الجليد، وده لحد لما بيوصلوا المكان مليان بالغزلان. ولكن فجأة تيجي المعزة وبتصرخ وبتخوف كل الغزلان وبتخليها تجري وتهرب من المكان. ولحسن الحظ جرينش بيلاقي غزال لسه واقف مكانه، فبيقرب منه بالراحة علشان يصطاده. ولما الغزال بياخد باله وبيحاول يهرب جرينش بيرمي عليه الحبل علشان يمسكه، ولكن الغزال بيشده وبيخبطه في الشجرة. وبعد شوية الغزال بيرجع يفوقه من تاني، وبيقرر ان يرجع مع جرينش وماكس. وبنروح وقتها لسيندي اللي بتقابل اصدقائها اللي جم علشان يساعدوها، وساعتها سيندي بتفهمهم انها عاوزة تمسك سانتا كلوز، وده علشان تطلب منه طلب معين. وفي الوقت ده اصدقائها بيوافقوا وبيقرروا انهم يساعدوها. وبالليل بنشوف جرينش وماكس وكمان الغزال وهما بيتسللوا وبيقربوا من بيت بريكل، وساعتها جرينش بيطلب منهم يستنوه هنا لحد ما يطلع لسطح البيت ويسرق الزلاجة. وفعلا بيبدأ ان يتسلل بهدوء وبيقرب من البيت، ولكنه للاسف بيقع بالسلم، وبيتخض جدا لما بيشوف كلب الحراسة بعد ما صحي، وبيجري بسرعة وبيحاول ان يهرب منه، وبيطلع للدور التاني وبيستخبى فوق الباب علشان بريكل ما يشوفوش. ولما جرينش بيجي يطلع للسطح بيشوف عائلة بريكل وهم بيغنوا للكريسماس وبيتأثر جدا، ولكنه بيكمل خطته وبيروح علشان يسرق الزلاجة. وساعتها الكلب بينقض عليه وبيوقع الزلاجة، فبيرميه جرينش جوه البيت وبتقع الزلاجة على الجليد وبتتعلق في الغزال اللي بيسحبها وبينطلق. وبعد شوية جرينش بيرجع للكهف بتاعه وهو سعيد جدا، وبيناموا هو وماكس وكمان الغزال مع بعض على نفس السرير. وفي تاني يوم بيصحى الغزال وبيفضل يدور على اكل في المطبخ، ولما ماكس بيسمع صوت غريب بيصحى من النوم وبيقرر ان ينزل علشان يعرف ايه هو مصدر الصوت ده. وساعتها بيشوف الغزال وهو بيحضر القهوة لجرينش، ووقتها بيبان على ماكس انه غيران جدا. ولما ماكس بيلاحظ ان جرينش مستمتع بالقهوة بيغير اكتر. وبعدها بنشوف جرينش اللي بيكون مجهز نفسه علشان يعرف عدد البيوت اللي في مدينة الأقزام، وكمان بيجهز ماكس بمروحيات وكاميرات مراقبة وبيتحكم فيه، وده علشان يخليه يطير وبيراقب سكان المدينة. ولكن للأسف ماكس بيروح علشان ياكل نقانق وبيعطل المروح وبيفقد السيطرة وبيخبط في جرينش. وبعد شوية جرينش بيروح للكهف بتاعه وبيراجع مجسم المدينة مع ماكس والغزال، وبيشرح لهم ازاي هو يبدأ يسرق البيوت بالترتيب. وبيكون جرينش عامل حساب لكل تفصيلة صغيرة، وبيفضل يحذرهم من البسكوت اللي هيكون موجود في كل البيوت يوم الكريسماس. وبنروح بعدها لسيندي واصدقائها اللي بيكونوا عملوا فخ لسانتا كلوز علشان يمسكوه، ولما صديقها بيجي يمثل الخطة وبياخد البسكوت بيقع في الفخ. وبنرجع تاني لجرينش اللي بيوري الزلاجة لماكس والغزال بعد ما عدلها، وبيجهز الغزال وبيبوته في الزلاجة وبيخليه ينطلق بسرعة كبيرة، وبيفضلوا كلهم يتزلجوا وهم مبسوطين جدا. وساعتها جرينش بيكون فرحان لان بكده خطته هتنجح. ولكن فجأة الغزال بيقف لما بيشوف زوجته وابنه اللي بيجوا يحضنوه
وهو بيتلم شملهم من تاني. فبيتأثر جرينش وبيحرر الغزال وبيودعه وبيسيبه يمشي مع زوجته وابنه. وبنروح بعدها لمدينة الأقزام اللي بيكونوا فرحانين جدا ومبسوطين، وده لأن بكرة هو يوم الكريسماس وبيفضلوا يشتروا هدايا لكل أصدقائهم، وكمان كل طفل بيتصور مع عيلته. وفي الوقت ده ماكس بينزل للمختبر وبيشوف الأجهزة اللي جرينش صنعها علشان يقدر بيها إنه يسرق الهدايا. وبنشوف جرينش وهو بيستعد وبيلبس زي سانتا كلوز، واللي بيروح يشجع ماكس وبيقول له إن هو كلب مخلص جدا وعلشان كده هو اختار إنه يقود الزلاجة. وبالليل بنشوف سيندي اللي بتقول لوالدتها إنها مش عاوزة من سانتا كلوز غير حاجة واحدة بس، فبتودعها والدتها وبتتمنى لها أحلام سعيدة وبتسيبها وبتمشي. وبعد شوية سيندي بتروح تحضر الفخ لسانتا كلوز. ومن الناحية التانية بنشوف جرينش وهو بيستعد علشان يبدأ يسرق الهدايا، وبينطلق ماكس وبيسحب الزلاجة وبيجري بسرعة. واللي بمجرد ما بيوصلوا للمدينة جرينش بيطلع فوق البيت وبينزل من المدخنة وبيبدأ إن هو يسرق الهدايا وكمان بيسرق الأشبار وكل حاجة ليها علاقة بالكريسماس، وبيرمي الحاجات دي لماكس اللي بيحطهم في الزلاجة. وبيفضل جرينش يتنقل من بيت للتاني وهو بيسرق كل حاجة فيه، وبيقدر إنه يتغلب على كل المشاكل اللي بتقابله زي القزم اللي بيمشي وهو نايم وكمان القط الصغير اللي بيهاجمه. وبالرغم من إن جرينش بيكون عارف إن في أطفال كتير هتحزن بسبب اللي هو عمله، إلا إنه ما بيتأثرش ولا بيحس بأي ذنب. وأثناء ما جرينش بيكون ماشي وسط المدينة بيسرق الأضواء وبيخلي المكان كئيب جدا. وبعد مدة جرينش بيكون سرق كل البيوت وما تفضلش غير بيت واحد بس، وبيكون البيت ده هو يبقى بيت سينزي. فبيروح جرينش للبيت وبيسرق الأضواء والزينة اللي عليه وبينزل بسرعة من المدخنة علشان يسرق الهدايا. وبالصدفة بيشوف البسكوت وبيقرر إن هو ياكله، واللي مجرد ما بياخدوا الفخ بيشتغل وبيمسكوا من رجله وبيعلقوا في السقف. وساعتها سيندي بتصحى على صوت الإنذار وبتعرف إن سانتا كلوز موجود في البيت، وفعلا بتروح لجرينش وبتكون مقتنعة إن هو سانتا كلوز وبتحرره وبتعتذر له عن اللي حصل وبتساعده، وكمان بتجيب له لبن وبتعامله بلطف. وبتكون سيندي متبهرة جدا من إنها شافت سانتا كلوز، فبيشكرها جرينش وبيطلب منها ترجع للسرير وتكمل نومها. وساعتها سيندي بتقول له إنها مش عاوزة أي هدايا في الكريسماس وإن هي عايزة حاجة تانية، وهي إنه يساعد والدتها لأنها بتشتغل كتير وبتساعد الناس وبتهتم بيهم وما بترتاحش خالص. فبيتأثر جرينش لما بيسمع كلامها وبيطلب منها ترجع لسريرها، فبتشكره سيندي وبتتمنى ان هو يحضر الكريسماس معاهم بكره ويسمعهم وهم بيغنوا. وبتقول له ان هو لما هيغمض عينه ويسمعهم وهم بيغنوا هيحس بسعاده كبيره جدا، وبتحضنه وبتشكره لانه وافق يساعدها. وبتودعه سيندي وبتسيبه وبتمشي. وبعد شويه جرينش بيكون سرق كل الهدايا وبيركب الزلاجه وهو متأثر جدا وما بيكونش قادر يوقف تفكير في كلام سيندي. ووقتها ماكس بياخده وبينطلق علشان يرجعوا للكهف. وفي تاني يوم الصبح سيندي بتتصدم لما بتلاقي ان الهدايا اتسرقت، وكمان كوز الاقزام بيكونوا مستغربين من اللي حصل وما بيكونش في حد منهم فاهم مين اللي ممكن يعمل حاجه زي كده. وبتحس سيندي بالذنب وبتقول لوالدتها انها السبب، وده علشان هي عملت فخ لسانتا كلوز وان ده هو اللي خلاه يسرق منهم كل هدايا الكريسماس. فبتواسيها والدتها وبتقول لها ان اللي عمل كده سرق شويه هدايا واضواء ولكنه ما سرقش الكريسماس، وده لانه موجود في قلوبهم. وبنرجع تاني لجرينش وبنشوفه وهو بيزق الهدايا هو وماكس علشان يرموها من على قمه الجبل. وبمجرد ما بيوصلوا للحافه جرينش بيتصدم لما بيسمع الاقزام وهما بيرنوا للكريسماس، ولما بيجي يستخدم المكبر بيشوفهم وهم فرحانين بالرغم انه سرق الهدايا منهم. وبيتاثر جرينش لما بيشوف سيندي وبيغمض عينيه وبيبدا ان يسمعهم وهم بيغنوا زي ما هي قالت له. والاول مره جرينش بيحس فعلا ان هو سعيد، ولكنه فجاه بيتصدم لما بيشوف الزلاجه وهي بتقع من على الجبل. فبينط جرينش وراها وبيمسكها وبيستخدم الخطاف وبيتعلق في الحافه، ولسوء الحظ الحافه بتنهار وبتتكسر. وفجاه لاتازال بيجي وبيمسك الخطاف على اخر لحظه وبيسحبه بمساعده زوجته وابنه، وكمان ماكس بينضم لهم وبيتحدوا كلهم مع بعض. وفعلا بيقدروا ان هم يسحبوا جرينش والزلاجه لقمه الجبل من تاني. ووقتها جرينش بيفرح جدا وبيشكر لاتازال لانه انقذه، وبياخد الهدايا هو وماكس وبينطلقوا علشان يرجعوهم من الاقزام من تاني. وبمجرد ما جرينش بيوصل الاقزام بينزل من على الزلاجه وبيعترف لهم ان هو اللي سرق الهدايا وبيعتذر لهم عن كل اللي هو عمله، وبيقول لهم ان هو عمل كده لانه كان فاكر ان ده هيحسسه بسعاده بدل احساسه بالوحده طول الوقت. وبيروح لسيندي وبيعتذر لها هي كمان لانه خذلها، وبيسيبهم وبيمشي وهو حزين ومتضايق. وبيرجع جرينش للكهف بتاعه. وبعد شويه ماكس بيكتشف ان جرينش جاب له هديه وبيفضل يلعب بيها وهو سعيد جدا ومبسوط. وفجاه الباب بيخبط وبيتفاجئ جرينش لما بيلاقي ان سيندي هي جات له واللي بتعرفه على نفسها وبتتعرف عليه هو وماكس، وبتفهمه انها جات لهنا علشان تدعي له عشاء الكريسماس معاهم. فبيستغرب جرينش وبيفكرها ان هو سرق الهدايا بتاعتهم، فبتقول لسيندي انها عارفه ان هو عمل كده ولكن جه الوقت انه ما يفضلش عايش لوحده. وبتكون سيندي مصره انه يحضر العشاء معاهم وبتسيبه وبتنطلق. وفعلا بالليل جرينش بيروح لبيت ساندي وبيقف على الباب وبيبان عليه انه متوتر جدا، وبيرن جرس الباب وبيقابل والده سيندي اللي بترحب بيه، وكمان سيندي بتاخده وبتعرفه على كل اللي موجودين. وبيقابل جاره براكل اللي بيحضنه
بيحضنه وبيكون سعيد جدا بوجوده، ووقتها جرينش بيبدأ يتعامل معاهم بلطف، وكمان بيساعد والدة سيندي في تجهيز السفرة. وقبل العشاء بيبدأ جرينش يطلب منهم يسمحوا له ان هو يتكلم معاهم، وبيقول لهم ان هو فضل عمره كله يكره الكريسماس، ولكنه دلوقتي ادرك انه ما كانش بيكرهه ولا حاجة، وان هو كان بيكره الوحدة. وبيشكرهم كلهم وخصوصا سيندي لانها غيرت حياته بالكامل. واخيرا بيحتفل جرينش بالكريسماس مع الاقزام بعد ما قدر انه يتخلص من الوحدة وحس بالسعادة لأول مرة في حياته.